الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الناس خلصت نش تمام، واللي حطت والدنيا جميلة وزي الفل تمام. نخش بقى نشيك على القصوص، واللي عنده مشكلة هنبص عليه، لان طبعا الايام دي بتبقى دخول الشتاء وطالعين من صيف، فبيبقى فيه شوية دروبات كده بتحصل مع الحمام. فاحنا هنقول لك ان شاء الله في الفيديو ده تتفادى الدروبات دي ازاي. طبعا عارفين حاجة طبعا من زمان نوهت لكم عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. هتقول لي انت مش عامل نور هنا ليه؟ هقول لك خلاص دي انا غيرت. بص، اكتشفت الحمامة دي امبارح وسهيت عنها النتاية دي. بص حتى اسهلها اهو، دي المسقة كده دي هتتشال. تعالي كده المسقة دي كده اهي، بص المسقة دي هتتشال لان انا نسيت عن الحمامية دي اهي، وهتطلع بره الغية اهي. سكروتها ممتازة. طبعا قلنا الشتاء بيبقى معظمها امراض معوية تمام. والصيف بتبقى تنفسية. طب الحمامة دي جبنا لها ايه؟ بس كده في باب فاضي، نزل بس الدكر ده. بص بقى جبت لها ايه؟ فرمازول. طيب لو ما لقيتش بقى البندكس او الزنتال، عندك البندازول. معظم الادوية بتبقى المادة الفعالة اسمها قريب من بعض، حتى لو بدايل. فخليكم معانا، هقول لك تتعامل ازاي لو حمامك في ديدان تمام. الديدان ده بيجي من ايه؟ شفت المسقة اللي انا وريتها لك كده مش نظيفة دي؟ فرد حمام مثلا اكل في سوس مش مظبوط، الكلام ده كله ده بيسبب لك ان يجي ديدان تمام. طيب دي حاجة التانية، لو حمام بياكل في كلفة كانت منقوعة بمية وبايتة، ده يسبب له برضو ديدان. اكل من على الارض فيه زبل، ده يسبب له ديدان. بص في عوامل كتير تسبب له الديدان. انا فتحت لكم العبوة اهي، وهي هنعملها لكم كده بسرعة لفرد الحمام. بص الكاميرا زي الفل اهي تمام اهي. خليك معايا. بعد ما تتعامل مع الحمامة لازم عشان ده شديد شوية، لازم تحط ايه بقى؟ تحط فيتامينات او كالسيوم. طب ليه بقى فيتامينات او كالسيوم؟ الجرعة دي تكررها بعد 14 يوم، لان بعد 14 يوم بيبتدي يظهر فيها اليرقات بتاعت الديدان. بص يا سيدي، حاجة زي كده ما تديش ايه مباشر، حاجة زي كده اهي تمام. تنزل قد ايه سنتي؟
ننزل فيها صنف. نزل في العبوه كده زي صمت. انا بشتغل معاك بلدي اهو، بس لان هو ايه تقيل شويه ولزج. تمام. نكرر الجرعه دي امتى تاني؟ بعد 14 يوم، وتتدوب كويس كده. وكل فرد حمام من الكبير ياخد سنتي ونص. لقيت البندكس تمام، لقيت البندازول اللي هو الفرمازول تمام، الزنتال تمام. اهم حاجه تبص على الماده الفعاله اللي هتشتغل بيها. انا اديتك اسم ل3 ادويه، اديتك اسم ل3 ادويه. كل فرد حمام هياخد سنتي ونص. وبعد ما نخلص هتديله من الكالسيمات ال500 ده اهو، واضح كده؟ تمام. يا اما الكالسيوم دي 3 اف، يا اما كالسيوم دي 3 اف. وفي الفتره دي عايز تدي مطهر معوي زي الانتينال ادي، يعني مثلا نعدي 7 ايام 8 ايام وتدي ايه مطهر معوي. اي حمام بياخد دواء بياخده على معده فاضيه قبل الاكل بساعه عشان يشتغل سليم كده. سليم. بص انا شاكك في فردين حمام، بس السكرتوره دي اكيد 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 فيها ديدان. بص مشقفه ازاي وزبلتها، ببص عليها لان الديدان دي انواع. بص هي عشان كلت اكل مش سليم فجالها المرض. انا بعرض لكم كل حاجه عشان ده ايه، انتوا ليكوا حق عليا وده حقك ان انت تشوف كل الكلام ده. مش هينفع اوريك الحلو بس، لازم تشوف كل حاجه في الغيه. سليم. فرد الحمام اهو، حتى يعني الديدان بتاكل كل اللي هو بياكله. الحمام زي ما انت شايف كده. اوريك السكروته اللي واخدها. بص هما الاتنين كانوا نفس الحجم. بص السكروته، بص بص اهو، عشان ما كلفش كده، عشان ما كلفش اهو. في وطاقة بقى انا شاكك فيه، وده هنروح له وهنبص عليه. هناخد سنتي ونص كده. خلاص المحلول بتاعنا دب. تمام. بص عشان بعد 14 يوم هرجع لك ان شاء الله واوريك فرد الحمام. بص مشقف ازاي. بص السيف باين، السيف باين. تمام. دي كده هترتاح النهارده. بعد ساعه نكلفها يكون هضمت العلاج واشتغل في بطنها، وبعد ساعه تتكلف. ما تجيش جنبها تاني. عايز تعالج بالشيح الاعشاب عالج تمام مظبوط. عايز تعالج بالاعشاب والكركم والزعتر والتعفر الكلفه والكلام ده ماشي. بس الزنتال ده في موضوع الديدان وان هو طارد الديدان ده قوي. بعد 14 يوم هنكرر ليه؟ عشان خاطر اليرقات او البيض بتاعها ما يطلعش يفقس تاني. لو الامهات ماتت اللي جواها الديدان بعد 14 يوم بيطلع الفأس البيض بتاعها، فهنكررها تاني عشان نقضي عليها. تمام. والحمامة دي تتعزل ما ترجعش تاني مع الذكر، تطلع بره وتتعزل. تمام. تكلف خشن، تكلف خشن مرة واحدة في اليوم. بص بقى في هنا في وطقاطي. انا كلفت خشن
كذا مره، في قطقاطي انا كلفته خشن كذا مره، كذلك الامر. بس ده ايه، في بدايه المشوار، في بدايه المشوار. بص انا ببص على فرد الحمام زبلته، لو مش طبيعيه ببتدي ان انا امسكه. فمسكت الفرد ده فعلا لقيته ايه، مشقف وما بيهدمش بسرعه. بكره بقى ان شاء الله نديهم الايه، الفيتامين. كل 3 ايام كده نديهم فيتامين، لان العلاج ده شديد شويه. خلي بالك في حمام ممكن ياخده ويرجع، خلي بالك في حمام ممكن ياخده يرجع. هو شديد شويه، هو تحس ان هو ريحته عامل زي الانتينال كده، بس صدقني شديد، لان هو قوي وطارد للديدان. تمام يا رجاله، نعمل لكم حاجه كده، عرض كده عشان نختم معاكم الفيديو. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا لقينا القص العدد دول لبعض، تمام اهو، عليهم صمم، الدكر عليه صمم والنتايه ايه خلصت، تمام. كان عليهم صمم، الدكر خلاص هي عليه حته صغيره، تمام. بس ده دكر كبير شغال، النتايه اول شغل ليها، النتايه اول شغل ليها. ولقينا القص ده لبعضيهم، قلنا ربنا ان شاء الله يكرمنا اهو. اللهم زد وبارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي في التعليقات. عروسه ما شاء الله. وحاجه بقى جبناها بقى حلويات، حمام بقى قديم شويه، التحف. الدكر الاحمر غزار ده دكر قديم شويه، تمام. والنتايه دي بنتنا وفرخنا، هنلقيهم لبعض ونسمي الله وان شاء الله ربنا يكرمنا. وطبعا انا الفيديو اللي فات وريتكم الكرك، نزلناه من الغيه ولقيناه. ادعوا لنا بالبركه، متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتابعونا في كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.